الفيلم بيبدأ بسجن غريب جدا معمول على شكل برج طويل، وكل دور فيه زنزانة فيها 2، وفي نص كل زنزانة فتحة كبيرة، ومنها كل يوم بتنزل ترابيزة مليانة أكل من فوق لتحت. الترابيزة بتقف دقيقتين بس عند كل دور، والاتنين اللي جوه ياكلوا اللي يقدروا عليه قبل ما تكمل نزول اللي تحتهم. يعني ببساطة كل ما كنت فوق فرصتك في الأكل أحسن، وكل ما نزلت لتحت حظك يبقى أسوأ، وممكن الأكل أصلا ما يوصلكش وتموت من الجوع. بطل الحكاية اسمه جوري، صحي يوم الصبح لقى نفسه في الدور ال48 ومعاه راجل كبير اسمه تريماكاسي. الزنزانة ما فيهاش غير سريرين، حمام، والفتحة اللي بتنزل منها الترابيزة. جوري بص من الفتحة لقى تحتهم أدوار كتيرة جدا عددها يخض، وكل دور فيه 2 برضه. وبعد شوية عرف إن كل شهر الترتيب بيتغير، يعني ممكن شهر تبقى فوق تاكل أحسن أكل، والشهر اللي بعده تصحى تلاقي نفسك في الدور ال190 ولا ال200 ومش لاقي لقمة. أول يوم لما الترابيزة نزلت عندهم جوري ما قربش منها، إنما تريماكاسي دخل ياكل فيها بهمجية كأنه مش شايف أكل من سنين. ولما الوقت خلص والترابيزة بدأت تنزل راح دايس على كل الأكل وبوظ الباقي قبل ما ينزل اللي تحتهم. جوري استغرب جدا وسأله عمل كده ليه، فقال له ان اللي فوقهم عملوا فيهم نفس الحركة، يعني كل واحد بينتقم من اللي تحته، والظلم نازل من فوق لتحت مع الترابيزة. في اخر اليوم جوري قرر ياخد تفاحة ويخبيها في جيبه علشان لو جاع بعدين. لكن اول ما الترابيزة نزلت من عندهم الزنزانات بدأت تسخن بطريقة مرعبة وبقت زي الفرن. جوري اتخض، وتريماكاسي قال له بسرعة ان ممنوع حد يخبي اي اكل، ولو فضل معاه حاجة الزنزانة هتفضل تسخن لحد ما يتحرق. جوري رمى التفاحة فورا، وساعتها الحرارة رجعت طبيعية، وهنا فهم ان المكان ده قافلها على الكل وما فيش فرصة للفهلاوة. وجوري وهو قاعد مصدوم افتكر المقابلة اللي عملها قبل ما يدخل هنا، كان مطلوب منه يقعد 6 شهور وفي المقابل ياخد دبلومة تنفعه يشتغل بها بعدين، وكل واحد كان مسموح له يدخل معاه حاجة واحدة من بره. جوري اختار كتاب، اما تريماكاسي فدخل مع السكينة اللي كانت سبب دخوله اصلا. ولما جوري سأله هو جه هنا ليه حكى له حكاية غريبة جدا. قال له انه كان بيتفرج على اعلان عجبه، راح اشترى الحاجة وبعدها شاف اعلان لحاجة احسن منها وارخص، فتعصب ورمى التلفزيون من الشباك، ومن سوء حظه التلفزيون وقع على واحد في الشارع وقتله. فالشرطة مسكته وخيروه بين مستشفى المجانين وبين السجن ده، فاختار السجن. واضح ان الراجل ده قرر يخربها خالص من يومها. تاني يوم جوري سأله نزل قبل كده لحد فين، فقال له أسوأ مرة كانت لما صحي في الدور ال132، وقال له إن في أدوار تحت بتعاني أكتر بكتير. جوري أول ما سمع كده بص من الفتحة وفضل يزعق للي تحتهم، يحاول يقنعهم يسيبوا شوية أكل للي تحتهم، لكن محدش رد عليه. كل واحد هنا همه بطنه بس. وهنا جوري بدأ يحس بالبرد في قلبه، لأن الرحمة في المكان ده شبه ميتة. بعدها في يوم وهم قاعدين سمعوا صوت حاجة بتقع من فوق. جوري بص لقى واحد نازل ميت من الأدوار اللي فوق، استغرب جدا لأن اللي فوق أصلا عيشتهم أحسن، فليه واحد ينتحر؟ تريماكاسي قال له إن دي حاجة بتحصل عادي، وبعد شوية فهموا الحقيقة الأبشع. قال له إنه أكل شريكه اللي قبله لما كانوا في دور تحت لأنهم ما قدروش يستحملوا الجوع. جوري اتصدم لأنه فهم إن الراجل اللي قدامه مش مجرد عصبي، ده ممكن في أي لحظة ياكله لو الظروف زنقته. المفاجأة بقى اللي قلبت القصة كلها ان جوري بقى عارف انه عايش جنب خطر ما بينامش. وفي يوم تاني الترابيزة نزلت وعليها ست اسمها ميهارو، كانت متعورة ومتبهدلة، وجوري حاول يساعدها ويفهم مالها، لكن تريماكاسي قال له يبعد عنها، وقال له انها كل شهر بتنزل تدور على ابنها في كل الادوار، وان اي حد يقف في طريقها بتخلص منه. وبعدها فعلا لما 2 حاولوا يعتدوا عليها قلبت عليهم بسرعة رهيبة وخلصت منهم وكملت نزولها لتحت. جوري فضل باصص عليها ومش فاهم هي مجنونة ولا مكسورة ولا الاتنين مع بعض. عدى الشهر والغاز المنوم اشتغل، وبعد ما ناموا كلهم صحي جوري لقى نفسه في الدور ال171، والمصيبة الأكبر إنه لقى نفسه مربوط في السرير وتريماكاسي واقف فوقيه بالسكينة. الراجل كان صحي قبله وفهم إنهم في دور مفيهوش أكل تقريبا، فقرر
وقرر يقطع من جسم جوري حتة حتة ويعيش عليها كام يوم. ولما الترابيزة نزلت عندهم فعلا كانت شبه فاضية. جوري فضل يصرخ ويترجاه، لكن تريماكاسي كان الجوع عميه وبدأ يقطع في رجله وياكل. اللي حصل بعد كده كان صدمة محدش متوقعها، لأن ماهارو نزلت عندهم على الترابيزة وشافت اللي بيحصل، فقفزت وساعدت جوري وخدت السكينة من تريماكاسي، وساعتها جوري انقض عليه وقتله. بعد مدة جوري فاق لقى ماهارو منقذاه ورجله متربطة، وعرف ان تريماكاسي قطع من جسمه فعلا. والأسوأ ان ماهارو ادته ياكل من لحمه هو علشان ما يموتش من الجوع. جوري في الأول ما قدرش، لكن في الآخر اضطر ياكل، وبعدها سابته ونزل التاني من غير ولا كلمة. الأيام عدت وجثة تريماكاسي بدأت تعفن، وجوري اضطر ياكل من الدود اللي طالع فيها علشان يعيش. وبعدها الغاز اشتغل من تاني. المرة دي صحي جوري في الدور ال33 ومعاه ست اسمها ايموجيري. أول ما شافها اتصدم، لأنها هي نفسها اللي كانت عملت له المقابلة قبل ما يدخل. سألها بتعمل ايه هنا، فقالت له انها دخلت بنفسها لأنها كانت فاكرة ان كل الناس هنا عندها أكل كفاية، لكن اكتشفت ان الجشع هو اللي مخلي ناس تموت. وقالت له ان الأكل اللي بينزل كل يوم يكفي الكل فعلا، بس لو كل واحد أكل على قده. جوري سألها عن ابن ميهارو، فقالت له ان مفيش اطفال بيدخلوا هنا اصلا، وان حكاية ابنها غالبا كدب عايشة بيها. ايموجيري كانت كل يوم تاكل على قدها وتسيب طبقين للي تحتهم وتحاول تقنعهم ياكلوا على قدهم هم كمان، لكن محدش كان بيسمع. جوري كان بيتفرج وساكت لحد ما في يوم ما استحملش وهدد اللي تحتهم تهديد قاسي لو ما التزموش. والغريب ان ده نفع فعلا وسابوا شوية اكل للي تحتهم، لكن بعدها نزلت ميهارو مغمى عليها وشالوها عندهم. وبالليل حصل خناق بينها وبين ايموجيري، وفي الاخر عرف جوري من ايموجيري ان ميهارو اصلا ما عندهاش ابن وانها ست وحيدة مكسورة من جواها. بعدها الغاز اشتغل، ولما صحي جوري لقى نفسه في الدور 202، وساعتها فهم ان عدد الادوار اكتر من 200 اصلا. دور على ايموجيري لقاها منتحرة، والجوع بدأ ينهشه وبقى يهلوس ويشوف تريماكاسي قدامه بيقنعه ياكل من جثتها. حاول يقاوم حتى أكل من الكتاب بتاعه، لكن في الآخر اضطر ياكل منها علشان يعيش. وبعد شهر كمان صحي جوري في الدور السادس ومع راجل اسمه بهارات. بهارات كان داخل بحبل وناوي يطلع لفوق ويهرب، لكن خطته فشلت. وهنا جات لي جوري فكرة تانية، ينزلوا مع الترابيزة لتحت ويوزعوا الأكل بالعافية، وأي حد يحاول ياخد أكتر من حقه يوقفوه. وبالفعل عملوا كده، نزلوا دور ورا دور يوزعوا الأكل ويضربوا أي حد يطمع. وفي النص قابلوا راجل حكيم قال لهم لازم يسيبوا رسالة للإدارة تثبت إن الناس قدرت تسيطر على نفسها، فقرروا يسيبوا طبق فاخر على الترابيزة من غير ما حد يلمسه. وفي الآخر وصلوا لدور بعيد جدا، وهناك لقوا بنت صغيرة مستخبية تحت السرير. وهنا حصلت حاجة ما حدش كان شايفها جاية، لأن جوري فهم إن الرسالة الحقيقية مش الطبق، الرسالة هي البنت نفسها. تاني يوم لقى بهارات مات من جراحه، فشال البنت ووقف بيها على الترابيزة وبدأ يطلع لفوق، وهو فاهم أخيرا إن المشكلة ما كانتش في الأكل، المشكلة كانت في الناس اللي بتاخد أكتر من حقها وما بتسيبش فرصة للي تحتها يعيش. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيلم. لو ملخص الفيلم عجبك يا صديقي ما تنسانيش في اللايك والشير والكومنت الحلو اللي زيك، وطبعا تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما دام انت لسه جديد خش شوف الملخصات اللي فاتت علشان متأكد انها هتعجبك. وما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، واشوفك على خير في فيديو جديد وسلام.